تحية كبيرة لصاحب الاختراع ده. هنعمل النهارده دورة تنظيف الغسالة. أول حاجة بضغط على الدرج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبطلعه وببدأ أنضف كده مكان الدرج. في أماكن بقى بتكون ضيقة بيكون فيها المسحوق ناشف زي ما انتوا شايفين كده في الجزء اللي فوق ده. بما إن المكان ضيق فجبت المبرد بتاع الأظافر وبدأت أنضفه كويس جدا وغسلت الدرج كده من جوه بالفوطة المبلولة وبرده بفوطة ناشفة. الدرج نفسه باخده كده على الحوض وبغسله كده بفرشة الأسنان تحت مية جارية، وأهم حاجة تنضفيه كويس جدا. بعد كده بنبدأ نرجع الدرج مكانه بالشكل ده، وبفوطة كده مندية بنبدأ ننضف الباب بتاعنا والجوان زي ما انتم شايفين كده والجلده دي. وبعد كده بننضف الفلتر. بفتح الدرج زي ما شفتوا كده معايا في خرطوم، بفتحه كده الاول انزل كده جزء من الميه عشان ما يسدش معايا. وبعد كده بطلع الفلتر اي شوائب بقى طبعا موجوده فيه زي ما انتم شايفين كده، كان في زرار اي حاجه طبعا موجوده فيه بتنضفيه كويس قوي وتغسليه كويس جدا. وبعد كده تبداي ترجعيه مكانه. الموضوع سهل وبسيط مش هياخد معاكي وقت خالص. بعد كده بنجيب ازازه خل كامله بنبدا نحطها كده في الدرج بتاع المسحوق ونقفله بالشكل ده. لو عندك الكبسوله اللي هي بتاع تنظيف غساله الاطباق تحطيها في الغساله نفسها وتعملي دوره كده تنظيف للحوض وهتدعي لي.